السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. كل سنة وكل الامة الاسلامية بخير في كل مكان. ان شاء الله هنعمل النهاردة بسبوسة اكبر المحلات، مقاديرها مظبوطة ان شاء الله. عايزة اقول لكم طعم وقوام وترميلة وريحة فظيعة. يلا بينا نشوف الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك واشتراك في القناة وكمان مشاركة عشان الكل يستفيد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجة انا معايا سكر عادي خالص. استخدمت هنا الكوبايات المعيارية، كوباية وربع من الكوبايات المعيارية، وكوباية تكون ممسوحة تمام مش هرمية. كمان هسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف بالكوباية وبالجرام للي حابب يستخدم الميزان. عندي هنا معلقتين من الشربات التقيل او السيرب بتاع الحلويات الشرقية، الكنافة او الجلاش. المفروض ان احنا بنستخدم معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، بس طبعا المتوفر في كل البيوت هو الشربات التقيل. يعني تستخدمي معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز او معلقتين من الشربات التقيل. عندي كمان كوباية الا ربع من اللبن السخن، وانا مسخناه قبل ما اعايره في قلب الكوباية او اوزنه. تمام، يعني تسخنيه الاول. هنا كده هنزل بالسكر بتاعي وبعدين انزل باللبن. عايزين يا جماعة ندوب السكر ده كويس جدا، فاحنا سخنا اللبن علشان يساعد معانا ان احنا ندوب السكر. تمام، هنا هنزل بمعلقتين الشربات بتاعي. ده شربات كنت عاملاه للكنافة او للجلاش، وكان فاضل عندي طبعا في التلاجة، فخدت منه كده معلقتين من المعالق العادية خالص بتاعتنا. تمام، هندوب بقى السكر كويس جدا لحد لما نتأكد ان السكر داب خالص. هنا عندي نص كيلو من دقيق السميد او دقيق البسبوسة السايب، بيتجاب من عند العطار مش الاكياس. الاكياس بيبقى عليه الاضافات بتاعته كلها، وبيبقى مكتوب عليه طريقة التحضير بتاعته. تمام، ده كده سايب من عند العطار. حطيت عليه معلقتين اتنين من جوز الهند، وتقدري تستغني عنهم بس بيفرقوا هنا عندي نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة مش مليانة قوي، بالميزان عاملة 2 جرام. ما تكتريش في البيكنج باودر. وكمان عندي ذرة ملح بسيطة جدا، مش عاملة اي حاجة على الميزان، يعني حاجة كده لا تذكر. كمان عندي هنا كوباية الا ربع من السمنة، انا مدوباها ومدفياها زي دمع العين. هنقلب كل المكونات الجافة مع بعضها، وبعدين ننزل كده بالسمنة بتاعتنا ونبس كويس بقى دقيق السميد او دقيق البسبوسة، ونتأكد ان كل الحبيبات اتغلفت بالسمنة. طبعا السميد ده يا جماعة سايب متوفر عند اي عطار. تمام، لازم نوع السمنة اللي انتي هتستخدميها يكون طعمها وريحتها حلو علشان تديكي طعم مميز وحلو للبسبوسة بتاعتك. ويا سلام بقى لو هو سمنة فلاحي، يعني هتدي طعم حلو جدا. بصوا كده بنغلف كل الحبيبات كويس، وبنبس كده بايدينا ونفرك جامد الحبيبات بتاعتنا بالسمنة. ودي خطوة مهمة جدا علشان البسبوسة تطلع مرملة معانا، وتطلع طعمها حلو كده ودايبة. شايفين بقى؟ هنسيب بقى دقيق السميد دوت في السمنة كده 5 دقايق قبل ما ننزل عليه باللبن اللي احنا قلبنا معاه السكر والشربات التقيل. ده كده اهوت اللبن والسكر اللي احنا دوبناه. ده كده بعد 5 دقايق نزلت كده باللبن والسكر. وفي الخطوة ديت مش بعمل بايدي خالص، بستخدم المعلقة. هنا بقى هنقلب بالراحة خالص البسبوسة بتاعتنا، ونتأكد ان دقيق السميد او البسبوسة اتغلف بالسوائل كله او تشرب كده السوائل. انا بستخدم في الخطوة ديت المعلقة، او تحطي ايدك بقى كده وتقعدي تعجني والكلام ده كله بالمعلقة تقلبتين 3 كده لحد لما تتأكدي ان كل المكونات اتشربت كويس السوائل، وكل الدقيق ما عادش فيه يعني اي دقيق خالص، كله كده اختلط بالسوائل. توقفي تقليب على طول، يعني ما تقلبيهاش كتير. تمام، دي خطوة مهمة جدا يا جماعة. خلاص كده قلبت كده كل المكونات مع بعضها واتأكدت ده شكل البسبوس اهو بعد ما اتشربت. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا نكون دهنينها دهنة حلوة كده من السمنة.
بصوا بقى هنا هنوزع كده البسبوسة بتاعتنا في الصينية بالمعلقة او بايدينا، ولو انتي حابة تحطي مكسرات هتقطعيها بالسكينة وترصيها او توزعيها فوق البسبوسة، وبالراحة خالص بتضغطي عليها كده بايدك بالراحة علشان تثبتيها في البسبوسة. وزعنا كده البسبوسة بتاعتنا، انا طبعا عاملاها سادة، تقدري تعمليها بالمكسرات مفيش اي مشكلة. هنوزع بقى كده، وكمان نخبط كده الصينية بتاعتنا خبطتين 3 في الرخامة علشان نتأكد ان هي اتوزعت كويس في الصينية، وهنسيبها كده على الرخامة ربع ساعة على الأقل قبل ما ندخلها الفرن. هنا كده هنحط بقى كوباية من السكر وعليهم كوبايتين من المية علشان نعمل الشربات او السيرب بتاع البسبوسة. واللي وصل معايا لحد هنا ولسه ما ضغطش لايك وناسي يضغط لايك فضلا منكم حبايب قلبي، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش مشاركة كده لأصدقائكم الفيديو. رفعت بقى السكر والمية على البوتاجاز، اول ما يبدأ يغلي ببدأ ان انا اقلبه كده بالمعلقة، اتأكد ان كل السكر داب معايا، مش بقلبه خالص غير لما يبدأ يغلي. تمام. بعد كده بعد ما السكر داب بسيبه بقى يغلي لمدة دقيقة. في الوقت ده بعصر كده نقطتين من عصير الليمون، نقطتين 2 بس ما تكتريش، وبقلبه كده تقليبة وبسيبه بقى يغلي غلوة واحدة بس، يعني مدة دقيقة واحدة بس. برفعه زي ما انتم شايفين كده، برش عليه رشة من الفانيليا او حطيله كده كيس فانيليا، وبنسيبه يبرد. في الوقت دوت والشربات بيبرد هندخل الصينية بتاعتنا الفرن. طبعا ده شكل الشربات خفيف جدا اهو. هندخل الصينية بتاعتنا الفرن انا بسخنه قبلها ب5 دقايق، وبدخل الصينية بتاعتي على الشبكة في وسط الفرن، وبولع من تحت بس يا بنات على درجة حرارة 200. بتاخد في الفرن تقريبا من 30 ل 35 دقيقة، هي خدت معايا 35 دقيقة. بعد كده لو حبيتي تولعي الشواية اخر دقيقة خالص تاخد لون كده ذهبي غامق، انا بحبها باللون ده. لو انتي حباها تاخد لون اكتر من كده ولعي الشواية لمدة دقيقة واحدة وانتي واقفة قدامها. وبعد كده بنطلعها من الفرن وهي لسه سخنة، بنسقيها بالشربات البارد، وبحط كل كمية الشربات اللي احنا عملناها على الصينية. بسم الله ما شاء الله شربت كل الشربات، اللهم بارك. لو انت حابة ان هي تكون متماسكة سيبيها بقى ترتاح بعد ما تسقيها بالشربات، بعد ساعة قطعيها. لو حباها تكون دايبة معاكي بعد ما نسقيها بالشربات بندخلها في صهد الفرن. طبعا احنا طفينا الفرن والفرن بيكون مطفي بس بيكون لسه سخن، بندخلها الفرن في الصهد كده بتاع الفرن نص ساعة، وبعدين بنطلعها ونسيبها برضو ترتاح خالص، وبعدين نقطعها وبتكون بالجمال اللي انت شايفاه ده دايبة وما شاء الله اللهم بارك. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تبخليش عليا بلايك ومشاركة للفيديو وكمان اشتراك في القناة، ويا رب يكون عجبكم الفيديو.